ثانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فجزى الله من تسبب في هذه المجالس الطيبة، وبارك الله في الشيخ الزكي على هذه الاستضافة المباركة، وبارك الله في الشيخ بيطة، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. لا أطيل لأن الوقت يداهمنا، وقد كللت أنه لا ترجمة لأنكم تعرفون العربية، وأحفادي الصغار الذين ربما لا يدركون فإنهم يستمعون إلى لغة عربية ويعودون بعد انصرافي إلى الأساتذة يوضحون لهم ما أشكل عليهم. قبل أن أدخل في صلب الكتيب أحب أن أقول كلمتين. الكلمة الأولى: لماذا الورقات في ثوبها الجديد؟ منذ أكثر من 30 سنة كنت أقوم بشرح ورقات إمام الحرمين الإمام الجويني رضي الله عنه وأرضاه، وكنت أنتقد فيها أشياء كثيرة من حيث الترتيب، ومن حيث التعاريف، ومن حيث التقسيمات، وكان هناك مسائل كثيرة خلاف ما حرر في كتب أصول الفقه. فكان الطلاب والباحثون من الشافعية يعودون إلى السبب أنني حنفي ومتحامل على إمام الحرمين رضي الله عنه وأرضاه، وليس الأمر كذلك. لذلك ألفت أو كتبت الورقات في ثوبها الجديد تحاشيا لكل النواقص أو إن صح الكلام المعايب
التي كانت في ورقات إمام الحرمين، وقد ذكرت ذلك في بداية الكتاب. والأمر الثاني، عندما أقدمت على كتابة هذه الورقات كنت كما يقولون أقدم رجلا وأؤخر أخرى. من هذه الورقات لأبي عاصي بجوار إمام الحرمين؟ وسيتكلم الناس من أين الثرى من الثريا، وهكذا. وكان عندي طالب ماليزي من النجباء ومن العلماء، وقد عاد هذا العام إلى بلده بعد أن حصل على درجة الامتياز في كلية الشريعة والقانون، فكنت أستشيره لذكائه ولنجابته، فكان يقول لي نحن مع ورقات إمام الحرمين. ثم لما طبعت فقال لي أحفظ الاثنين معا، ثم بعد شهر قال هذه تغني عن ورقات إمام الحرمين. وطبعت الآن أعتقد وصلت إلى الطبعة 8، وانتشرت في مصر وفي خارج مصر. ثم وفقني الله عز وجل إلى كتابة شرح عليها، طبع منذ سنة تقريبا، كلمات عن الورقات في ثوبها الجديد. نبدأ الآن بالكتاب. من أراد أن يحفظ هذا المتن أو يحفظ متن إمام الحرمين فأنت بالخيار. هذا الأمر على سبيل الإباحة، والإباحة مجرد الإذن تحفظ. المهم أن تحفظ شيئا في بداية طلب علم أصول الفقه. الآن يقرأ الشيخ بيطة، وأنا أيضا أعلق سريعا، لأن التعليق على المسائل باستفاضة وبالأدلة وبالمناقشة هذه تحتاج إلى 5 محاضرات أو 6 أو 4 إلى آخره. نحن سنلقي عليكم محاضرتين، محاضرة أولى ثم نستريح ثم نعود، لأن سفرنا اليوم بعد المغرب. تفضل. لا مش لازم عشان لخصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. معنى أصول الفقه وموضوعه وغايته. أنتم أعتقد أنكم تعلمون أن هناك مبادئ لأي علم من العلوم تسمى لدى العلماء بالمبادئ 10. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. إلا أن المتأخرين من العلماء يقتصرون على 3 أشياء هي من الأهمية بمكان. باب أي علم لكي تدخل في أي علم، في أصول الفقه، في أصول الحديث، في علوم القرآن، في الفلسفة، في المنطق، في أي علم، لابد أن تقف أولاً على 3 أشياء: على التعريف والموضوع والغاية. تعريف العلم، لابد أنك تريد أن تدرس أصول الفقه، أن تعرف ما أصول الفقه، لأن النفس البشرية لا يمكن أن تتوجه إلى المجهول.
إذا كنت أنت لا تعرف أي شيء عن أصول الفقه كيف تطلبه؟ إذا لابد أنك تعرفه ولو بالإجمال، ولو بشيء ما. الذي يعرفه التعريف، الذي يعبر عنه المناطقة بالحد، ثم موضوع العلم. فأصول الفقه تعرف بتعريفين في كل الكتب، تعرف بتعريف إضافي، وتعرف مرة ثانية بتعريف لقبي. التعريف الإضافي أن كلمة أصول الفقه مركبة من جزئين، من مضاف ومضاف إليه. يعني أصول الفقه، أنا لو قلت لك أعرف أصول الفقه، تقول أصول خبر لمبتدأ محذوف، هذه أصول خبر، أصول مضاف، والفقه مضاف إليه. إذن التعريف الإضافي نحن لابد أن نعرف كلا من المضاف والمضاف إليه على حدة. يعني نعرف كلمة أصول وحدها، ونعرف كلمة فقه وحدها. فكلمة أصول في اللغة كما لا يخفى عليكم جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره. فأنت تقول هذه الأعمدة أصل البناء، لأن بناء الطابق الأول والثاني والثالث إنما ينبني على هذه الأعمدة، فالأعمدة أصل. وجذع الشجرة بالنسبة لفروعها أصل، والولد بالنسبة لأبيه فرع، فالوالد أصل تفرع عنه الولد. المعنى الأول للأصل الدليل. فأنت تقرأ في النحو يعني القاعدة الكلية أن كل فاعل مرفوع، وأن كل مبتدأ مرفوع، وأن كل خبر مرفوع، وهكذا. ويأتي الأصل بمعنى الراجح، كما تقول الأصل في الكلام الحقيقي. ويأتي الأصل بمعنى المقيس عليه، كما تقول الخمر أصل النبيذ. يعني أنت تقيس النبيذ وهو ما اتخذ من التمر أو من غير عصير العنب، لأن الخمر ما اتخذ من عصير العنب، وتقيس عليه النبيذ. وتأتي كلمة الأصل بمعنى الاستصحاب، كما تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت إذا قمت من نومك وتوضأت وصليت الفجر ثم ظللت إلى الضحى وأردت أن تصلي الضحى ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا، فنقول لك استصحب الأصل. الأصل أنك طاهر، وأنك على وضوء وعلى طهارة. هذه 5 معان لكلمة الأصل. نعود. إذا ما معنى أصول الفقه؟ يعني أدلة الفقه، يعني أدلة إجمالية يستخدمها الفقيه من خلال أو في خلال استنباط الأحكام. بهذا نقول قد انتهينا من الجزء الأول. قلنا أصول الفقه مركب إضافي، أصول مضاف، والفقه مضاف إليه. الفقه في اللغة الفهم، وأما في الشرع في اصطلاح العلماء فعند الشافعية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وعند أبي حنيفة رحمه الله الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. إذن الفقه الأحكام. أصول الفقه يعني باعتبار التركيب الإضافي أدلة الفقه.
هذا مؤلف وجيز في أصول الفقه. أصول الفقه مركب إضافي يتكون من صدر وعجز. أما الصدر فهو كلمة أصول، والأصل ما تفرع عنه غيره، والفرع ما تفرع عن غيره. وأما العجز فهو الفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هنا مسألة. إمام الحرمين في الورقات، والشيرازي في اللمع، وبالمناسبة كلاهما بغدادي يعيش في بغداد. الشيرازي قبره معروف، وإمام الحرمين في بغداد، وكانا متعاصرين يعني في زمن واحد. وهناك مسائل كثيرة جدا في اللمع هي بعينها في الورقات. بحث الباحثون من الذي أخذ من الآخر، لم نهتدي إلى شيء، إلا أن الشيرازي كان أسن من إمام الحرمين، يعني كان أكبر منه سنا. المهم، الشيرازي وإمام الحرمين يرون أن الفقه الأحكام الاجتهادية فقط، أحكام الظنية فقط. يعني أنت لو قلت الصلوات الخمس مفروضة، هذا ليس بفقه، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا قطعي. إذا قلت الزكاة واجبة على من ملك النصاب وحال عليه الحول، هذا ليس بفقه، لأنه أمر قطعي. وهكذا. أما الفقه حصرا عند إمام الحرمين والشيرازي فهو محصور في الأحكام الاجتهادية. الوتر واجب، هكذا يقول الحنفي. الوتر مندوب، هكذا يقول الشافعي. إذن هي مسألة ظنية اجتهادية خلافية، هذا فقه. الأحكام بناء على كلام إمام الحرمين، الأحكام القطعية لا تسمى فقه، لا عند إمام الحرمين ولا عند الشيرازي ولا عند السيد الشريف الجرجاني من السادة الحنفية. لذلك قال الفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن كل حكم مجتهد فيه فهو فقه. أما الأحكام القطعية التي ثبتت بالأدلة القطعية فليست من الفقه. واضح؟ وتعريفه اصطلاحيا هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. شوف، يعني مما يميز هذه عن إمام الحرمين، بعد أن فرغنا من التعريف الإضافي لأصول الفقه انتقلنا إلى التعريف اللقبي، التعريف العلمي. أنا قلت في أول كلامي بأن أصول الفقه تعرف بتعريفين: تعرف باعتبارها مركبا أو باعتباره مركبا إضافيا، وتعرف باعتباره لقبا وعلما. لو أنت رجعت إلى إمام الحرمين بعد أن يعرف لك في الصفحة الأولى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا يتركك ب5 صفحات أمام، ثم يعود ويعرف لك أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما. وهذا يحدث تشتيتا عند الطالب في بداية الطلب. الآن نحن فرغنا من تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. التعريف الثاني أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما. ذكرت لكم هذا التعريف الذي ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله في كتابه المنهاج: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
وابن السبكي في جمع الجوامع لا يذكر حال المستفيد. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه. إجمالا يعني أنت تعرف أن القرآن حجة يجب العمل به، وأن السنة حجة، وأن الإجماع حجة، وأن القياس حجة، وأن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف عن الوجوب إلى غيره، والأصل في النهي. كل هذه قواعد كلية لا علاقة للفقيه بها، هذه قواعد إجمالية يذكرها الأصوليون، معرفة أدلة الفقه إجمالا. أما الفقيه فيعرف الأدلة تفصيلا. الفقيه يقف عند قوله أقيموا الصلاة ويبحث في فرضية الصلاة. الأصول لا علاقة له بأقيموا الصلاة ولا بآتوا الزكاة. الأصول بحثه دليل إجمالي أن كل أمر يفيد الوجوب ما لم تصرف قرينة عن الوجوب إلى غيره. لا ينظر الأصول إلى أقيموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا فليتزود من استطاع منكم الباءة فليتزود، ملوش علاقة بهذه الجزئيات. فقيه يضع الخريطة العامة للاستنباط، معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستفادة عندما تتعارض الأدلة. وسيأتي في آخر الباب عندما يتعارض القطع مع الظن فإننا نقدم الدليل القطعي على الظن، يتعارض المتواتر مع الآحاد فإننا نقدم المتواتر، إلى آخر ما سيذكره في الكتاب. وحال المستفيد المجتهد وشروط الاجتهاد وأدوات الاجتهاد. شوف، مباحث الأصول إجمالا ثلاثة، يعني كل أصول الفقه على سبيل الإجمال تبحث في ثلاثة أبواب: الأدلة ومتعلقاتها، والتعارض والترجيح، والاجتهاد والفتوى والتقليد. كل أصول الفقه من أوله إلى آخره إنما يبحث في هذه الأبواب الثلاثة: الأدلة ومتعلقاتها، متعلقات الأدلة الدلالات، التعارض والترجيح بين الأدلة، ثم يبحثون في النهاية الاجتهاد والتقليد والإفتاء. وموضوعه الأدلة من حيث العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا وغير ذلك، وغايته الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة. قلنا في البداية أصول الفقه باب أي علم: التعريف والموضوع والثمرة. الآن فرغنا من تعريف الأصول. موضوع أصول الفقه الأدلة من حيث كونها موصلة إلى الأحكام، وبعضهم يقول والأحكام من حيث كونها ثابتة بالأدلة. نعم. وغايته الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. غاية أصول الفقه أنك تصل إلى الأحكام الشرعية من خلال استخدام واستعمال الأدلة الإجمالية. مقدمات أصولية، مراتب الإدراك. شوف، هذه المقدمات تجدها في الورقات مبعثرة هنا وهناك، لكن نحن ذكرناها لك في البداية لأنها مفتاح العلم. درجات تعلق النفس بالقضية. شوف يا شيخ، أي قضية أنت مثلا تقول زيد عالم، هذه قضية مبتدأ وخبر في النحو، موضوع محمول في المنطق، مسند إليه ومسند في البلاغة. قضية يعني ايه قضية؟ تحتوي على نسبة. نسبت العلم إلى زيد. أنا الآن أتوجه بنفسي إلى هذه القضية: زيد عالم. هل أنا قاطع ومدرك على سبيل القطع أن زيداً عالم، أو أن نفسي تتوجه إلى هذه القضية ظناً
يعني يغلب على ظن الطرف الراجع أن زيدا عالم، أو أنا لا أعرف زيدا وأخبرت بأن زيدا عالم. وكما نحن يعني للأسف الشديد نعيش في هذا الزمن، كل واحد يحب شيخ، أراه مقدمة على شيخ، يفضل يقول لك شيخنا ده علامة والبحر الفهامة وأعلم من لقيت، وهذا أعلم من لقيت بالحديث على وجه الأرض، وهذا وهذا وهذا. أنا قد أتشكك، يعني زيد عالم 50% عالم، 50% ليس بعالم، أو أني أدرك 30% من زيد عالم، قال لي هذا وقت، أو أنني أدرك أن زيدا ليس بعالم، هذا جهل. فالنفس الإنسانية عندما تتوجه، أنت مسلم ومؤمن، أنت عندك يقين أن محمدًا رسول الله على وجه القطع. لو جئنا إلى واحد دخل الإسلام جديداً لسه يقول والله يعني هو رسول الله بنسبة 70%. المتشكك الذي يبحث يقول يعني 50-50. الملحد يقول ليس برسول. أي قضية حتى بالنسبة لله، أي قضية في الوجود عندما تتوجه النفس إليه، إما تتوجه إليه على سبيل القطع فهذا علم، أو على سبيل إدراك الطرف الراجح فهذا ظن، أو على سبيل التساوي في النسبة فهذا شك، أو على سبيل الطرف المربوح أو عدم الإدراك هذا جهل. أنت الآن في ورقة الامتحان أجبت عن 4 أسئلة إجابة نموذجية كاملة، إذا أنت عندك يقين أنك تحصل على امتياز. آخر من الطلاب أجاب عن 3 أسئلة فقط ومتشكك في الرابع أو تركه، يغلب على الظن أنه سينجح. الثاني أجاب عن 2 وترك 2، 50-50، ممكن ينجح وممكن يرسل. الآخر أجاب عن 1 من 4، هذا وهم أنه ينجح. الثاني أو الأخير ترك الورقة بيضاء وقال تركتها بيضاء علامة على الصفاء والنقاء، فهذا جهل، أليس كذلك؟ نعم. درجات تعلق النفس بالقضية إما يقينا أو ظنا أو شكا أو وهما أو جهلا مركبا. فاليقين هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، والظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر عند الظان، والراجح من الأمرين هو الظن، والمرجوح هو الوهم، والشك تجويز أمرين ليس لأحدهما مزية عن الآخر. العلم نوعان: علم ضروري وهو ما لم يقع النظر. أنا لست أدري تدرسون المنطق ولا لا تدرسون، المهم العلم نوعان: علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا. يعني نحن الآن عندنا علم أننا نجلس في هذا المعهد المبارك وفي الصباح وندرس الورقات في ثوبها الجديد، هذا علم ضروري لا يمكن لواحد منا الآن أن يمكن. يعني مفيش واحد مننا الآن، لو واحد مننا الآن قال لا أنا لست جالسا معكم، أنا الآن قاعد في جاكرتا، نقول هذا مجنون، لأنه هذا علم ضروري يلزمنا. أنت اسمك علي، اسمك محمد، اسمك بيطة، اللي هذا علم ضروري، أنت تعلم اسمك. العلم الضروري هو العلم الذي يلزمك ضرورة دون نظر ولا تأمل ولا اكتساب. هناك علم نظري يحتاج إلى أدلة،
لو قال لك ملحد هل الله موجود؟ أنت تقول الله موجود. هذا علم نظري ولا ضروري؟ هذا علم نظري ولا ضروري؟ نظري، لأنك تقيم الأدلة على أن الله موجود. فالعلم النظري يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى فكر. أما العلم الضروري فلا يحتاج. 1 زائد 1 تساوي 2. الكل أكبر من الجزء، الوالد أكبر من ولده، الولد أصغر من أبيه. كل ده علم ضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. نعم. العلم نوعان: علم ضروري وهو ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي كل علم ينتج عن الحواس الخمس ضروري. الحواس الخمس: ترى، تشم، تسمع، تلمس. ده علم ضروري. أنا الآن بيدي عصا، هذا علم ضروري لأني أمسك بها، وبالنسبة لك علم ضروري أنك تراها بعينك. فكل علم، العلم الضروري ينتج من التواتر والحواس الخمس. دي قاعدة. العلم الضروري ينتج من التواتر ومن الحواس الخمس. نعم. التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وعلم مكتسب وهو الموقوف على النظر والاستدلال. وأما النظر فهو الفكر في حال المنظور فيه للوصول إلى المطلوب. أنت الآن تريد أن تعرف، قال فيلسوف العالم قديم أزلي، وأنت سني متكلم تقول العالم حادث، فلا بد أن تنظر في المقدمات. تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فتأتي هذه النتيجة بعد نظر وفكر وتأمل واستدلال. وأما الاستدلال فهو طلب الدليل الموصل إلى المطلوب. أنت تعرف في الصرف أن السين والتاء للطلب، فالاستدلال طلب الدليل. نعم. وأما الدليل فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. أنت تتأمل في الدليل، تأملت في العالم متغير وكل متغير حادث، فوصلك إلى حدوث العالم. والمقابل للعلم هو الجهل، وهو نوعان. الجهل نوعان: جهل بسيط. ما معنى جهل بسيط؟ عدم العلم. قلت لك متى كانت غزوة بدر؟ قلت لي في السنة 9. هذا جهل مركب. لكن قلت لك متى كانت غزوة بدر؟ قلت لا أعرف. هذا جهل بسيط. فالجهل البسيط أنك لا تعلم. أنا قلت لك الآن معي محفظة في جيبي، قلت لك ما بداخلها؟ قلت لا أعلم. هذا جهل بسيط. لكن لو قلت بداخلها ألماظ وذهب وياقوت ومرجان، هذا جهل مركب. إنك تجهل وتجهل. الخليل بن أحمد يقول: الرجال 4: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل يدري لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابر فعلموه. الرجال 4، كذا يقول الخليل بن أحمد العالم اللغوي الكبير. جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الحكم الشرعي:
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق أنا عندي اقتراح لست أدري تقبلون، ما أشرحه الشيخ بيطة لا يقرأ حتى لا نضيع الوقت. يعني هو يقرأ يفتح علينا بالكلام نشرح ثم نذهب إلى ما بعد، لأن ما يقرأه أنا أكون قد شرحته فكأننا نضيع الوقت. هل توافقون على هذا؟ الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير. الحكم الشرعي خطاب الله. قال لي يا أخي خطاب الله متعدد، عندما يقول الله عز وجل والجبال أوتادا، هذا خطاب الله لكن ليس متعلقا بالمكلفين. يعني ربي عندما يقول وسيرنا مثلا كذا قل سيروا في الأرض فانظروا إلى آخره، هذا ليس متعلقا بالمكلفين. والجبال أوتادا ليس متعلقا بالمكلفين. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. أقيموا الصلاة خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء. الاقتضاء يعني الطلب، والطلب نوعان، إما طلب فعل أو طلب ترك. طلب فعل، قلت لك قم، هذا فعل. قلت لك لا تتكلم مع زميلك، هذا نهي. طلب، فالطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك. فإن كان طلب الفعل جازما فوجوب أقيموا الصلاة، وإن كان غير جازم قال لي فمد كصلاة الوتر. والنهي إن كان جازما فتحريم لا تقربوا الزنا، وإن كان غير جازم فكراهة لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء وأنتم في الصلاة. إذن بالاقتضاء تضمنت 4 أحكام: الوجوب والندب والتحريم والكراهة. كم بقي من الأحكام؟ 5. قال لي الإباحة، قال لي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير. الإباحة لا، الإباحة إذن فقط، كلوا واشربوا. الإباحة إذن، هذا أمر مأذون من الشارع، يعني أذن لك. وفي الإذن بقى كلام طويل في كتب الأصول. وهناك عالم من المعتزلة البلخي ويعبر عنه في الكتب بالكعبي، له فلسفة في أن المباح مأمور به، لكن لا نتعرض له الآن. إذن نضيف الإباحة إلى الأحكام 4 تكون الأحكام 5. هذه تسمى عند العلماء بالحكم التكليفي. يعني إيه تكليفي؟ يعني ربي كلفنا بها. ربي كلفك بأن تصلي، بأن تصوم، بأن لا تقرب الزنا، بأن لا تأكل الربا إلى آخره. وهناك نوع آخر اسمه الحكم الوضعي. الحكم الوضعي وهو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. أنت متى تصلي؟ قال لي إذا دخل الوقت. الوقت ثبت، لو صليت قبل دخول الوقت صلاتك باطلة. الوقت جعله الله علامة، جعله الله سببا في إيجاب الصلاة. متى تصوم؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى أنت تصوم عند دخول الشهر، لأن دخول الشهر سبب. وهناك شرط أنك لا تصلي إلا إذا كنت متوضئا. ولو صليت بغير طهارة عامدا متعمدا، قال أبو حنيفة يوشك أن يقع الإنسان في الكفر، لأنه كالمستهزئ بربه. إذا أنت دخلت الصلاة عامدا
متعمدا وأنت على غير طهارة. يبقى هذا شرط. الطهارة شرط في الصلاة. هناك موانع بقى. المرأة عندما يأتيها العذر الشرعي هذا العذر يمنعها من الصوم ويمنعها من الصلاة. يبقى الحكم الوضعي سبب، شرط، مانع. شرطية، سببية، مانعية، هذه تسمى بالأحكام الوضعية. أين القبر؟ هذا طلب منذ شهر. منذ شهر. بقي الصحيح والباطل. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أو معاملة. الصحيح ما يتعلق به النفوذ. بيع صحيح نافذ. يعني نافذ يعني ينتقل المال من المشتري إلى البائع وتنتقل السلعة من البائع إلى المشتري. نفذ البيع. بعتك السيارة، أنت تعطيني الثمن وأنا أعطيك السيارة. البيع صحيح، البيع نافذ. نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به عبادة كان أو معاملة. نعم. صلاة من غير وضوء صلاة باطلة لا تنفذ ولا تبرأ ذمتك عند الله عز وجل. نعم. الباب الأول المباحث المتعلقة بالألفاظ. الفصل الأول. أنا قلت لك يعني حاول تحفظ القواعد. أنا قلت لك كل أصول الفقه 3 أبواب: إجمال، الأدلة والمتعلقات، والتعارض والترجيح، والاجتهاد والإفتاء والتقليد. بس هذه أصول الفقه. فالآن متعلقات الأدلة الدلالات، دلالات الألفاظ. نعم. الفصل الأول في الحقيقة والمجاز. أنتم درستم بلاغة؟ خلاص لا اسم في حاجة إلى هذا. فالحقيقة استعمال الكلمة في موضعك له، كأن تستعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس. والمجاز استعمال الكلمة في غير موضعك له، كأن تستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. نعم. والمجاز والحقيقة إما لغوية. الحقيقة 3 أقسام: إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. حقيقة لغوية كما ذكرت لك كأن تستعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس. حقيقة شرعية كأن تستخدم كلمة الصلاة في الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. حقيقة عرفية كأن تفرق بين السمك واللحم. تقول السمك غير اللحم في عرف الناس. كل هذا لا يهم. الذي يهمنا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ومقدمة على العرفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعية. والمجاز إما لغوي وإما عقلي. فاللغوي تجوز في الكلمة، والعقلي تجوز في الإسناد. معروف هذا في البلاغة. مجاز العقلي والمجاز اللغوي. مجاز العقل إسناد الشيء إلى غير ما هو له لعلاقة وقرينة. بتقول جرى النهر. النهر لا يجري يا أخي، الذي يجري الماء في النهر. صيم رمضان، تصوم نفس رمضان ولا تصوم الأيام في رمضان؟ تصوم. هذا مجاز في عيشة راضية. العيشة راضية ولا العيشة مرضية؟ الراضي الذي يعيش. معروف في البلاغة هذا المجاز العقلي والمجاز اللغوي. نعم. الفصل الثاني في المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منطوق الآية أنه إذا جاءنا فاسق بنبأ فإننا نتبين.
وأنا من خلال هذا السن والزمن الطويل أجد أن هذه الآية غائبة تماماً عن 90% من المسلمين. يأتي واحد يقول لك فلان يقول، على طول تصدق وتاخذ موقف وتجتنب وتعتزل وتشنع عليه وتدوس عرضه ولم تتثبت. يا أخي تثبت أولا. عليك، شوف أنا أعطيك قاعدة اجعلها منهاجا في حياتك وفي العلم وفي قراءة الكتب وفي سماع خطبة الجمعة وفي سماع الدروس. لا تصدق كل ما تقرأ ولا تصدق كل ما تسمع. مش أي شيء تقرأه تصدقه. أنا أقرأ في تفسير ابن كثير أشياء أنا لا أصدقه، وفي الجلالين الذي تحبونه وتتعبدون لله به، في الجلالين كلام لا يمكن أن يقبله المنطق. اقرأ في تفسير سورة يوسف واقرأ في قوله ولقد همت به وهم بها. ليس كل ما يقال يصدق، ليس كل ما يقال يصدق. كان لنا شيخ رحمه الله ورضي الله عنه كان غاية في الزكاة، فكنت أقرأ عليه الحديث ربما وأنا في منتصف الحديث وهو كان كفيفا يقول هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث يصح. في آخر الكلام أجد أن الذي قال إنه لا يصح أجد أنه ضعيف أو موضوع. ملكة كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه نور يدركه أهل الحديث، والكلام المنسوب إليه عليه ظلمة. ولن يكون الرجل محدثا حتى يحكم على الحديث قبل أن ينظر في سنده. هذه القاعدة أنا سمعتها وأنا صغير من السيد عبد الله الغماري رحمه الله ورضي الله عنه. الشيخ عبد الله الغماري عالم المغرب الكبير، كان من أفراد هذا الزمان في العلم في الأصول وفي الحديث. قال لنا لا يكون الرجل محدثا حتى يحكم على الحديث قبل أن ينظر في السنة. والمنطوق إما نص أو ظاهر أو مجمل. المنطوق اللفظ إما نص لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك 10 كاملة. تحتمل معنيين؟ لا. قل هو الله أحد تحتمل معنيين؟ تعرفون المصريين يعني مشهورين بالفكاهة. فكان هناك ولد في الأزهر يجلس مع زملائه ويقول لهم أبي عالم كبير، أبي بحر في العلم، أبي لا نظير له، وأبو جاهل لا يعلم شيء. فقال زملاؤه يوما نريد أن نذهب إلى بيتكم وإلى أبيك نستفيد منه، هذا العالم الكبير. فذهب إلى أبيه وقال زملائي يأتون إليك ويسألونك. أبو رجل فلاح لا يعرف. قال يا ابني أنا. قال اسمع، كلما سألوك سؤالا قل فيه قولا. فجاء الطلاب يسألوا كل مسألة فيها قولا، فيها قولا. فهناك طالب ذكي قال له أفي الله شك؟ قال له فيها قولا. فابنه أراد أن يخرج أباه من المأزق، قال نعم أبي يقصد فيها قولان في الإعراب. وهي فعلا فيها قولان في الإعراب ذكرهما ابن هشام في شذور الذهب. نعم.
وأما المفهوم فإما مفهوم موافقة. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ده المنطوق. قال لي فإذا جاءنا العدل لا نتبين. هذا هو المفهوم. نعم. الفصل الثالث: الأوامر والنواهي. أهم ما في الأصول الأوامر والنواهي، لأن الشريعة مبنية على الأوامر والنواهي. افعل ولا تفعل. الشريعة مبنية على الأوامر وفي الأوامر بقى مسائل في الأصول. طبعا كما قلت هذا كتاب صغير، هناك تعريف الأمر، صيغ الأمر، مقتضى الأمر، هل يفيد التكرار أو لا، هل يفيد الفور أو لا، وهكذا. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما يتوقف عليه الأمر. يعني هناك مسائل عديدة في مباحث الأمر في أصول الفقه. نعم. وصيغه 4. صيغ الأمر الصريحة، اكتب عندها الصريحة. صيغ الأمر الصريحة 4. فعل الأمر، قلت لك قم، هذا أمر. 2 اسم فعل الأمر، أسماء الأفعال في النحو، تعرفون أسماء الأفعال؟ فصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى كف، فهذا أيضا يدل على المضارع المقترن بلام الأمر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعل مضارع مقرون بلام الأمر. والمصدر فضرب الرقاب، أي يضربوا، تعرف ضربا مفعول مطلق، أي يضربوا ضرب الرقاب. وهي حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها، وهذه الصيغ لا تقتضي التكرار على الصحيح ولا تقتضي هل الأمر يقتضي التكرار؟ الجواب الصحيح لا، الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور. طبعا هناك خلاف، لكن احنا بنذكر الصحيح. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل. الأمر بإيجاد الصلاة أمر بالوضوء، فأن الوضوء لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فالأمر بإيجاد الشيء أمر به وبما لا يتم الشيء إلا به. نعم. والأمر بالأداء. شوف يا شيخ، أهم شيء في العلم لكي تكون عالما في مستقبل الأيام الاهتمام بالقواعد الكلية في العلوم. تهتم بأصول الفقه، تهتم بالمنطق، تهتم باللغة، ودعوكم من الوعظ الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد. يعني خلي اهتمامك منذ الصغر بالعلم وبحفظ المتون وبحفظ القرآن وبحفظ القواعد الكلية، ستكون عالما إن شاء الله تعالى. والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء بل دلوقتي الأمر بالأداء، الشارع أمرك أن تصلي في الوقت، أليس كذلك؟ تصلي في وقت الظهر، تصلي صلاة الظهر، فأنت صليت صلاة الظهر، هل هذا أمر بالأداء؟ طيب إذا خرج الوقت ولم تصلي فإنك ستصلي الظهر بعد وقت الظهر، هذا قضاء، لأن الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرع، والقضاء فعل العبادة بعد الوقت المقدر لها شرع. لما تصلي الظهر قضاء، هل أنت في حاجة إلى أمر جديد أو أنك تصلي بناء على الأمر الأول؟ قال والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، يعني أنت تحتاج إلى أمر جديد. وقال الحنفية الأمر بالأداء أمر بالقضاء. نعم.
هذا هو الكلام. فين من الصبح يا شيخ؟ قول. والأمر بالشيء مع وازع فطري في الإنسان مع وازع، دي قاعدة مهمة ذكرها الإسنوي في كتابه نهاية السور. دلوقتي يا مولانا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كلوا واشربوا. طيب لو لم يقل الله لنا كلوا كنا سنأكل ولا لا نأكل؟ هنأكل بفطرة طبيعتنا. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. لو النبي ما قالش فليتزوج يتجوز ولا لا؟ قال لي فقوله كلوا أمر، قال لي ليس للوجوب إنما هو للإباحة. ليه؟ لماذا؟ قال لي الوازع الفطري، لأنه هذا بفطرتنا سنأكل، بطبيعتنا سنأكل، بطبيعتنا سنتزوج. فهذه القاعدة الجليلة نبه عليها الشيخ الإسنوي في كتاب نهاية السنة. نعم. من يدخل في الأمر ومن لا يدخل؟ طبعا من الخطاب، احنا قلنا الحكم خطاب الله، وقلنا ان الامر اللي هو طلبه الفعل، الامر طلب الفعل. عندما يأمر الله من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل؟ يعني الله قال اقيموا الصلاة، المجنون يدخل، فاقد العقل يدخل، الصبي يدخل، الكافر يدخل، على خلاف عند الشافعي. نعم. والأمر بشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. إذا قلت لك قم فقد نهيتك عن القعود من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. قلت لك قم نهيتك عن القعود، بس مش من حيث اللفظ، من حيث المعنى، لأنه لا يمكن أن يتحقق القيام وأنت قاعد. نعم. والنهي هو القول الطالب للترك بلا علو. شوف الأمر والنهي. النهي على وزان الأمر، الأمر القول الطالب للفعل، النهي القول الطالب للترك. لا تقربوا الزنا، هذا نهي أليس كذلك؟ طالب بالانكفاف أو بالكف عن الفعل. وهي حقيقة في التحريم ومجاز في غيره. الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم تصرف قرينة عن التحريم إلى غيره، كما أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. ومجيء النهي لغير التحريم مجاز، ومجيء الأمر لغير الوجوب مجاز، لأن الأمر ده له في القرآن كما ذكر الكتب الكبيرة 36 معنى. اقرأ القرآن بقى، ذوق إنك أنت العزيز الكريم للوجوب، كونوا قردة للوجوب، كونوا حجارة للوجوب، فاتوا بسورة من مثله، كل ذلك خروج عن الوجوب. وتدل على الفور والتكرار النهي بخلاف الأمر، الأمر لا يدل على الفور، النهي يدل على الفور. لا تقربوا الزنا يعني تطف فورا. ولما نهى المسلمين عن الخمر فإن الصحابة في شوارع المدينة أرقوا الخمر على الأرض فورا. نعم. والتكرار عكس الأمر. نعم. يعني النهي يقتضي التكرار بخلاف الأمر لا يقتضي التكرار، والنهي يقتضي الفور بخلاف الأمر لا يقتضي الفور. نعم. والمنهي عنه إما أن يكون عبادة أو معاملة، فإن كان عبادة فالنهي يدل على الفساد، سواء كان النهي لعينها أم لأمر. دلوقتي الشارع نهاك أو نهى المرأة أن تصلي حالة الدورة الشرعية، فإذا صلت المرأة الصلاة فاسدة وباطلة في ذات الصلاة. نعم. أما إن كان النهي خارجا عن العقد، دلوقتي الشارع نهاك أن تعقد عقد بيع وقت صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
وذروا البيع. يبقى أنت إذا عقدت عقدا وقت صلاة الجمعة عند جماهير العلماء العقد صحيح لكنك آثم عند الله عز وجل، خلافا للحنابلة الذين يقولون بأن العقد باطل. الفصل الرابع: العموم والخصوص. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. دلوقتي عندما يقول لقد أفلح المؤمنون، المؤمنون لفظ عام يستغرق الصالح له من غير حصر. كم المؤمنون؟ الله أعلم، مليون تريليون من غير حصر. يبقى العام اللفظ المستغرق لأفراده من غير حصر. ودلالته ظنية ما لم يكن. عند الشافعية دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، وعند الحنفية دلالة العام على أفراده دلالة قطعية. وألفاظه كل وجميع. العموم له ألفاظ، له صيغ. كل من صيغ العموم، كل من عليها فان، تستغرق كل الناس إلى يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، عام شمول لا يفلت منه أحد. فسجد الملائكة كلهم، اللعام. فعندما ترى كلمة كل تدل على العموم، كلمة جميع الملائكة كلهم أجمعون يبقى تدل على العموم. والجمع إذا كان مضافا أو محلى بآل. كل جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم. قد أفلح المؤمنون، جمع محلى بالألف واللام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللعام، لأنه جمع محلى بالألف واللام. أو الجمع المضاف: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف يفيد العموم، والمفرد المحلى بأن يفيد العموم، والمفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد مضاف تفيد العموم. الخاص وهو ما لا يستغرق أفراده من حصر، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده. التخصيص قصر العام على بعض أفراده. ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، عام. الألف واللام في الإنسان للاستغراق أو للجنس، عام. ثم قال إلا الذين آمنوا. وفي قاعدة في أصول الفقه: الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، يعني ميزان العموم. كلما رأيت استثناء فهذا يفيد أن الكلام قبل الاستثناء كلام عام. يبقى العموم أهم صيغة في العموم كلما رأيت كلمة كل هذا عموم يعم الأفراد. قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا نسيت. فقالوا له بل بعد ذلك قد كان. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المخصص إما متصل وإما منفصل. متصل يعني العام والمخصص في سياق واحد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يبقى إلا الذين آمنوا تخصيص متصل. نعم. أو منفصل: قال لنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات عام ولا مش عام؟ عام. مطلقات جمع محلى بالألف واللام. كل جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم. فلما قالوا المطلقات عام، السؤال: هل كل مطلقة تتربص 3 قروء؟ الجواب لا. هناك مخصصات في القرآن الكريم. المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمرأة التي يئست من المحيض، والمرأة الحامل عدتها 4 أشهر و10. كل هذه مخصصات لكنها منفصلة. منفصلة يعني جاءت في نص آخر. نعم يا سيدي. الفصل الخامس: المطلق والمقيد.
المطلق ما دل على الماهية من غير قيد. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة مطلق. إيه الفرق بين المطلق والعام؟ طبعا هناك بقى دقة، بس ده عايز بقى لما نكبر شوية. كتاب ده كتاب صغير. في فرق بين المطلق والعام. بداية العام أفراد. أفلح المؤمنون، مؤمن 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 مؤمن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مش عام. لأن الله لم يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا كل البقر، إنما هو في السوق مثلا في 100 بقرة، هو يريد بقرة من 100، لكنها غير محددة، إما هذه أو مش كل البقر. يعني شفت العموم؟ العموم استغراق أفراد، كل فرد يدخل تحت اللفظ العام، إنما المطلق لا، يتحقق بفرد واحد. ولذلك الشافعي يقول المطلق عموم بدلي. بدلي يعني إيه؟ يعني هذا أو هذا أو هذا أو هذا. واضح؟ المقيد ما قيد بقيد زائد. لما بنو إسرائيل قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. إذا أصبحت البقرة التي تجزئ لابد أن تكون مقيدة بلون صفراء. شددوا فشدد الله عليهم. نعم. الفصل السادس: المجمل والمبين. المجمل الذي مراده اختفى. هو في معاني احنا مش عارفين المعنى المراد، زي اللفظ المشترك. لما العين لفظ مشترك، نحن لا نعرف المراد من المجمل حتى يأتي البيان من الله أو من رسول الله. والمبين هو ما به تتضح الدلالة من قول أو فعل. لما نقيم الصلاة مجمل، كيف نصلي لا نعرف، إلى أن جاء صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الفصل السابع: الظاهر والمؤول. خلاص، الظاهر هو الذي يظهر المعنى من اللفظ، ما دل على معناه دلالة راجحة. المؤول هو الذي يكون في قبال الظاهر، يعني اللفظ الظاهر. وأحل الله البيع وحرم الربا. الظاهر حل البيع وحرمة الربا، ده ظاهر اللفظ، هذا هو معنى الظاهر. اقرأ. والتأويل حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح بدليل، كأن تحمل لفظة الأسد على الحيوان على الرجل الشجاع بدليل أنك تقول رأيت أسدا يضرب بمدفعه. نعم. الفصل الثامن: الناسخ والمنسوخ. كده خدنا وقت قد ايه عشان نستريح شوية. الفصل الثامن الثامن أنا عارف. تحبوا تستريحوا شوية ونكمل ولا نواصل؟ نواصل الناس والنسوخ، هذا رأيك؟ شوف الأخ زكي نستريح ولا نواصل؟ لا حسن، عشان أنا أريد استيعاب، يعني أنا لا أريد، أنا عندي الكيف أولى من الكم. الكيف أولى من الكم. نستريح ساعة كاملة. خلاص نبدأ بعد صلاة الظهر. وصلى الله على سيدنا belum istirahat dulu, sudah zuhur, karena tinggal gagal-gagal sepasnya.